يا ريت بلاش نقل ادبنا ونغلط في اللي قدامنا، عيب. مش هي دي الممثله المعتزله المحجبه المتدينه؟ قصدك ايه بالكلمتين دول؟ اسمع كده وصلي على سيدنا النبي عشان هقول لك على الموضوع كله عليه الصلاه والسلام. ممثله مشهوره اسمها مشيره اسماعيل، كلكم عارفينها، كانت بتمثل زمان وبيقولوا انها تابت واتحجبت واعتزلت. الحمد لله، ربنا يتوب على كل الممثلات يا رب العالمين. المهم ان هي ساكنه في عماره، وفي الدور الارضي عندها في العماره في دور لتربيه الكلاب او لمعالجه الكلاب، في مهم كلاب كتيره جدا. طبعا العماره والشقه مخصصين عشان يسكنوا فيها البني ادمين مش الحيوانات. لو عايش في العماره دي مش هتعرف تنام من صوت الهوهوه والنباح والهيصه والوجع والعويل والصراخ، غير بقى لما يكون الكلاب ديت حجمه كده عامل زي البقره الكبيره، زي ما الاستاذه مشيره بتقول ان الكلب فيهم عامل زي العجل الصغير، يعني حاجه كده هضبه. فلو عيل صغير نازل من العماره وشاف حاجه زي كده هيتخض ويترعب وممكن يموت على نفسه، فحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين، ما ينفعش اروع اي حد مسلم او حتى غير مسلم، ما ينفعش. بكل بساطه الاستاذه مشيره اسماعيل اتصلت بالبوليس، يا جماعه تعالوا شوفوا الموضوع ده ايه. فالمهم ان هم شمعوا المكان وقالوا ما ينفعش، وعندهم حق وهي عندها حق. حط نفسك مكانها، شوف هتعمل ايه. بالظبط زي اللي عايش فوق وتحته في فرن اتفتح مره واحده. طب يا عم الحاج انت خلي بالك ان في ناس فوق الدنيا ولعه والدنيا حر، احنا ناقصين ولعه؟ نار ماسكه في سقف البيت وشغالين فرن بقى وريحه عيش ومش عارفين يقعدوا ولا في صيف ولا في شتاء، وبالذات في الصيف الدنيا مولعه ولا تكييفات عامله حاجه ولا مراوح. فده اسمه ايذاء للمسلمين والغير المسلمين حتى، عشان ما حدش يقول لي يعني غير المسلمين عادي، لا مش عادي. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين. فعندنا دين الاسلام بيحترم اي حد سواء مسلم او غير مسلم، احترام مشاعر الناس. المهم بعد البلاغ واتشمعت بفعل القانون مش بفعل مشيره اسماعيل، يعني في قانون خد مجراه زيه وزي يحصل كده. طلعت واحده ممثله اسمها آية، طلعت تقول لك هي مين مشيره اسماعيل دي في الحياه. لا حضرتك، هو ليه سوء الادب ده؟ ليه الغطرسه في الكلام؟ وليه الانتقاص من اللي قدامي؟ وقال ايه؟ ردت على الحكومه وقالت لهم يا جماعه ده في حيوانات كده ممكن تموت من الجوع، ولا ده كله عشان خاطر جارتكم الاستاذه مشيره اسماعيل خايفين على مشاعرها؟ الفكره ده نوع من انواع الكبر، بس انت مش واخده بالك. فخلي بالك عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. هتقولي بس ده مش كبر، هقول لك النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الحديث عرف الكبر وقال ايه؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ما اقبلش الحق من اللي قدامي عشان هو اقل مني، وغمط الناس يعني استحقار الناس. واللي انت عملتيه دلوقتي هي مين دي في الحياه؟ فده اسمه استحقار اللي قدامك، عيب وحرام. ودايما كده الواحد يحط نفسه مكان الانسان ده، هتحس ان هي عندها حق بس انت مش حاطه نفسك في الحته دي. ومش معنى كلامي ان المسلم المتدين الملتزم ما عندوش رفق بالحيوانات، لا، وانما عنده رفق بالحيوانات بالظبط زي الرفق بالبني ادمين، لان الحيوانات دي زينا كائن حي، بتحس وبتشعر بتتوجع وبتتألم وعاوزه تشرب وعاوزه تاكل وعاوزه تتكاثر وتتجوز زي البني ادمين بالظبط. وربنا امرنا بكده في القران، قال وما من دابه في الارض، اي حيوان ماشي في الارض، ولا طائر يطير بجناحيه، اي يطير في السماء، الا امثالكم، زيكم زيهم، بيحسوا بيشعروا زيكم، بيتألموا زيكم. فمش معنى ان هي راحت بلغت ان هي ما عندهاش رحمه، لا عندها رحمه ونص على فكره، ويمكن اكتر من حضرتك كمان. ولكن بكل بساطه هي بتقول ما ينفعش المكان ده نربي فيه حيوانات. هي ملهاش دعوه بقى القرار اللي هيتاخد بناء على البلاغ اللي قدمته هيبقى عامل ازاي، لان هي مش شغاله مع الحكومه يعني ولا في الشرطه ولا في الجيش. لكن هي بتقول يا جماعه احنا عاوزين ننقل الكلام ده في مكان مخصص للحيوانات. حضرتك ممكن تاخدي عياده بيطريه في بيت كامل لوحدك، مفيش مشكله، في فيلا، في قصر، انت حره. فيا ريت بلاش ان احنا ننتقص من اللي قدامنا بكلمه فيها سوء ادب، ونحترم مشاعر اللي قدامنا سواء كان انسان بني ادم او حتى حيوان. اخيرا بقول للناس القائمين على الحكم دوت شكرا ان انتوا شمعتوا المكان ده. قول لي بقى رايك في اللي انا قلته ايه، صح ولا غلط؟ تحت في التعليقات. اوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.